السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ربنا يجعل يومكم هادي ونادي وكله خير وسعاده وحب عليا وعليكم. اخباركم ايه كده كيكي؟ استنى نشوف العين البوتاجاز ولا لا، عشان انا ايه في التوهان اليومين دول. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وربنا يجعل يومكم كله خير وهنا وسعاده يا رب. طبعا معروفين كل الناس في العيد بتاكل فسيخ ورنجة، بس بيني وبينكم عشان احنا عندنا يعني ظروف كده مش لازم اصدع دماغكم بيها، فانا قلت ايه هعمل لهم النهارده اكله تانية خالص بدل الفسيخ والرنجة. يا ريت اللي بيتابعني لاول مره يا ريت الاشتراك في القناه واللايك وتعليق حلو ودعوه حلوه كده. المهم عشان انا بقالي يجي 10 ايام ما نزلتش اي فيديو، وبرده الظروف كده حابه اقول لكم عليها بعدين. ما علينا. بصوا انا جبت ايه البصلتين دول، بشرتهم لما بقوا ذهبي كده كويس، قلت جبت ايه احط عليهم شويه الطماطم. ليه بقى؟ عشان دول شويه رز صياديه كده هنعملهم كده بالطريقه بتاعتنا احنا بقى بتاعت البيوت، عشان طريقه المطاعم ديت بحس ان هما مش بيحطوا طماطم، هما بيحطوا الوان تانية كده عشان ايه تظبط الدنيا. حتى استغربت قوي الموضوع ده. وفي حاجه تانية برضو مخليني كده مستغربه قوي، فقلت افضفض معاكم كده وانا بعمل لهم ايه الغدا، لان انا لو ما فضفضتش انا حاسه ان هيحصل لي حاجه. اقسم بالله ان في واحده كانت مستلماني كده في كام تعليق، يمكن ده السبب اللي خلاني ما اعملش فيديو بقالي 10 ايام. شتيمه. انتي دمك تقيل، انتي غلسه. ايه الكتاكيتي دي يا بنت؟ طب وانتي مالك؟ انا بقول كتاكيتي ديت، انا الكلمه دي على طول بتبقى على لساني في البيت ماشي، فبقولها عادي ما فيهاش اي حاجه، بتكلم بطبيعتي. هو انا يعني لازم امثل؟ وانا يعني لازم ابقى ممثله واقعد احفلك؟ انا بتكلم عادي يا جماعه، بتكلم بطبيعتي عادي. هي ايه اللي مش هقول ايه اللي غيظها، بس ايه اللي مزعلها يعني؟ هو انا لازم يعني استعرض؟ لا اله الا الله يا ربي، لا اله الا الله. لازم اتكلم زي يعني مثلا لو واحده عامله قناه برضو كده لازم اتكلم زي كل اللي بيقدموا للمحتوى؟ ما كل واحد ليه طريقته. ليه تشتميني وليه تضايقيني؟ هو انت عارفه انا فيا ايه او انا عندي ايه؟ والله العظيم انا اللي عندي مش عند حد، اقسم بالله انا اللي عندي مش عند حد، ربنا وحده بس هو اللي عندي. فيا ريت يعني اللي ربنا ما يقدروش يا جماعه على كلمه طيبه يسكت، اللي ربنا ما يقدرهوش على تعليق حلو كده يرفع معنويات الواحد يسكت. الواحد اللي فيه مكفيه، اقسم بالله الواحد اللي فيه مكفيه. هقول ايه؟ بصوا بقى دولت جبت بقى ايه، كان عندي شويه مسقعه من امبارح كنا هناكلوهم النهارده مع شويه رز، فنزلت جبت ايه السمك ده، مسكته بقى نضفته وظبطته وحبشته. طبعا مش هقعد انضف قدام منكم، اكيد انتوا مش هتستفادوا حاجه يعني لما تشوفوا السمك وهو بيتنضف، لان دي ساعات لما بشوف اي حد بيعملها يعني بحس ان هي تضييع وقت وممكن تزهقوا. بس كان عندي شويه مسقعه في الثلاجه، بدل ما قلت ايه اعمل معاهم شويه رز ابيض، فالواد بودي قال احنا نفسنا السمك المقلي. المهم قلت خلاص هعمل معاهم بقى ايه شويه رز ابيض. قال لي لا اعمل لنا شويه رز صياديه. يبقى عاوزين ايه؟ رز صياديه وسمك مقلي وحبه المسقعه اللي انت كنت هتاكلهم لنا طلعيهم برضه مش هيخسروا في حاجه. فقلت له خلاص مش هتخسر. فبعدين ايه قلت وانا بعمل في الاكل كده وهما بيذاكروا جوه في الاوضه افضفض معاكم للناس اللي هي بتقل من الناس اللي بتجرح الناس اللي بتضايق الناس. يعني الحياه والله ما هي مستحيله ماشي يا حبيبتي. انت يلي نازله فيا كده الشيمه، والله العظيم انت لو عندك اللي عندي ما هتستحملي، اقسم بالله ما هتستحملي والله العظيم. كده ساعات بضحك كده بس كده وبعدي، بس اللي جوايا ربنا يكفيكي شره.
اولاد في الفصل اللي انا فيه. على العموم مش عاوزه اصدعكم، ومش عاوزه الفيديو بتاعي يكون دمه تقيل، عشان ممكن تكون لسه ناس لاول مره بتشوفني، وتفضلا منكم وليس امرا. الناس اللي اول مره بتشوفني يا ريت اشتراك في القناه وتعليق حلو، تعليق حلو بقى، مش كلام بقى يزعلني ويضايقني ويجرحني. انا مش ناقصه والله العظيم، انا عاوزه حد كده ايه يكبر بخاطري ويراضيني بكلمه طيبه، عشان انا اللي فين كفيل. يعني اللي ربنا يقدره على كلمه حلوه كده يقولها لي. يا جماعه في ايه مالكم؟ انا بقالي دلوقتي ازيد من سنتين يعني. بصوا حضرت اهو الاكل، هم قاعدين بقى جوه مشهيصين. ماشي، ادي ايه رز الصياديه انا بعمله حلو قوي على فكره، ودول طبقين المسقعه، وادي السمك المقلي، وده كان غدانا تالت يوم العيد، بدل بقى الفسيخ والرنجه والحاجات دي. في ناس تحب تاكل فسيخ ورنجه في العيد، في ناس مش بتحب، يعني هي مساله اذواق. ومش معنى كده ان انا مش بحب الفسيخ والرنجه، ده انا بموت فيهم، بس عشان الاستاذ بودي ما يزعلش. يومكم كله خير وهنا وسعاده، كل سنه وانتم طيبين.